السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم حبيباتي جبت لكم واحد الفيديو رائع وجد رائع، لأنه من قلب الحدث. راني اليوم في خرجة مع أولادي اللي حبيت نتقاسم معكم بها ونشاركوا أفكار في هذا المجال، في الفرحة تاع أولادنا كي داو العطلة بعد عناء كبير. حبيباتي قبل ما نبداو الموضوع تاعنا ماذا بيا تشتركوا في القناة وتدخلوا لي لايكات ونشتركوا باش ندعموا القناه هذه اللي هي بيتنا الثاني، باش نكونوا حبابات وخيات، واللي عندها راي نشاركوا به في مع بعضنا في هذه العطله ان شاء الله. نشوفوا البرنامج اللي راه معولين نديروه مع وليداتنا. بون حباباتي نبداو الموضوع ان شاء الله. اليوم حباباتي قلت نقصروا شويه على طريقه تعاملنا مع اطفالنا اللي هي سواء طفله ولا طفل، بما انه اولادنا تعبوا بزاف في الاختبارات تاعهم في الفصل الاول اللي هو اطول فصل، كما نقولوا اطول فصل، وكما نقولوا احنا الفصل الصامت كامل والصعيب اللي يجينا دائما طويل ما يجي يخلص بالسيف. مام هناك كان تعب بزاف الاطفالنا، بصح يعني الحمد لله جازت كما نقولوا سحابات وغيمات وزعافات وتقلاق وكامل، بصح جازت. بصح حنا باش نكافئ اولادنا بهذا الخرجات، يعني بخرجات ماشي شرط نكونوا عندنا مبلغ كبير من المال، ولا لازم حاجه كبيره باش نفرحوا بها وليداتنا. لا حباباتي، قادرين من حاجه والو نقدروا نفرحوا روحتينا اولا، وزيد نفرحوا وليداتنا بابسط الاشياء. بصح لازم حباباتي نكونوا مدخلين المعلومات لولادنا باللي نهار كاين ونهار ما كاش، نهار يكون عندنا وبحبوحه كبيره نقدروا نقدروا نصرفوا على حسب قد الحاجه، ونهار ما يكونش بابسط الاشياء نقدروا نفرحوا روحتينا ونفرحوا وليداتنا. كما قلت لكم حباباتي، حنا في هذه الدنيا اطفالنا هما نور عينينا، حنا هاد الاطفال هما اللي نتحسبوا عليهم يوم الاخره. بصح حباباتي كل واحد على مقدوره وعلى الشيء اللي يقدر عليه. كيفاش الشيء اللي يقدر عليه؟ يعني بابسط الاشياء نقدروا في نهار من النهارات نقدروا نطيبوا حاجه، نديروا حاجه، نقولوا حاجه ولا دي سوفلي، ولا نقولوا دي حاجه نطيبوها في الدار بغا بصل وتكتوكه كما قال واحد، نديها معايا في الباطا ونروح انا وليداتي ونقعدوا نتحاوروا نتناقشوا مع وليداتنا ونفهموهم واش حابين واش ماشي حابين، واش كما نقولوا الفصل الاول كيفاش جاز، واش هما النقائص، واش هما الخلل اللي كان في الاول، نصلحوا الاخطاء. بالك حنا غلطنا معاهم، نقول لهم يا ولادنا سمحوا لنا، نطلبوا السماح من ولادنا، ماشي عيب انك تطلبي سماح من وليدك ولا بنتك، نورمال كونتخار. هذا يتعلم واش معناتها نقولوا السماح، دوموند باردون، نورمال. نشوفوا النقائص نعدلوا روحتينا. قال يا وليدي ولا بنتي بالك انا تصرفت معكم في حاجه، بالك كنت عصبيه، ما كنتش مليحه، بالك كنت في ساعه ناقصه، قولوا لي يا ولادي، قولوا لي واش نقدر نغير، مني. نتوما تاني هاملك واش عجبني فيكم، واش من حوايج ما عجبونيش. انا وليدي ولا بنتي دائما نقول لهم ماشي نتوما اللي ما نحبكمش، نقول لهم نحبكم نتوما، بصح افعالكم اللي لازم نغيروها. الافعال هما اللي لازم يتغيروا. كيفاش نغيروهم؟ كما نقولوا حنا نوروا لهم، حنا ندعموهم كما نقولوا بالارشاد. هو باش الارشاد بالاخلاق الحسنه. قال يا وليدي هذا يرفع صوته، نقولوا ما ترفع صوتك، ماشي من حكايه الرفعوا، كاين بزاف عفايس نقدروا نراهم لولادنا. بصح حنا يا بلاد يا حباباتي ويا خياتي نبروفيتيو الماكسيموم من ولادنا، لان يجي نهار وين نقعدوا وحدنا، ولادنا هذوما يكبروا راجل ومراه وهما تاني كيما حنا يأسوا دار ويروحوا لديارهم. بصح حنا ماذا بيا يكون هذيك الصله هذيك اللي خليناها لهم في صغرهم، تاع اللي يقعدوا معاهم نقصروا معاهم، باش كي نكبروا حنا تاني يقعدوا معانا ويقصروا معانا ويتفكروا هذوك الذكريات اللي نخلوها لهم كي يكبروا. هذا دوكا هذيك واش راكي تزرعي دوكا كي يكبروا ان شاء الله تحصدي ان شاء الله يا ام الغاليه يا اب الغالي كما نقولوا. فرحوهم بابسط الاشياء. سمعوني والله يا خياتي ما راهي صعيبه، قادره كما نقولوا بساندويتش تاع 10,000 ولا ساندويتش ديريه في الدار، تقعدي طرف البحر انت وليداتك
الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها. تحكي معاهم ويحكوا معاك ويقصروا معاك وانت تفرغي لهم، ماشي تحكي لهم مشاكل الدنيا والاخرى، احكي لهم حاجات. لو كان كي تغيب لك كامل احكي لهم على حياة الرسول عليه الصلاة والسلام من ديننا، ندعموهم يتفقهوا في دينهم، ونشوفوا افكارهم انهم يروحوا. الا عندك مراهق ولا مراهقه نشوفوا الكومبورتمون تاعك كيفاش راهي تخمم وكيفاش يخمم، باسكو قد ما يكونوا قراب ليك انت الصح، انت هي الصح، انت ركيزه تاع الدار. هكذا يا خياتي، ان شاء الله نكون فدتكم حباباتي بهذا الموضوع القصير الواجز، وان شاء الله يا حباباتي خلوا لي تعليقات نشوفوا كاش دي سوجي نزيدو نعاودو نقصروا عليهم. انا راهم بزاف افكار في راسي، بصح راني حابه نجمعهم معكم، فاقترحوا لي على سوجيات.